كل يوم جوه كل جسم بيتكون خلايا سرطانيه. يعني ولا ماتشا ولا بوبا تي. اي غذاء سابق التصنيع عليه اضافات كيميائيه. مش معنى ان عيني بتوجعني اروح اجيب عين بقره كلها، لانه 3 ايام من غير بروتين عضلات تتحلل. طب الحل ايه؟ ايه البديل يا دكتور؟ مفيش بديل. الكرفس والبقدونس بيهدد توازن الانسان، ده صحيح؟ في دلوقتي حاجه اسمها مشروب الكرفس مع البقدونس، بيقولك بيفقد الميه من جسم الانسان اللي متحوشه تحت الجلد. حتى لو مثلا شخص وزنه ضعيف جدا، شاب صغنطوط كده، يقول لك انا هشربها لمده اسبوع، هشربها لمده شهر، ده مشروبي الاساسي، وفجاه نلاقيه داخ مننا وقع مننا ومش عارفين ايه السبب، مع ان البقدونس صحي. البقدونس لوحده كويس، الكرفس لوحده كويس، الاتنين مع بعض كويسين اذا ما اكلوا. انما اشربهم اعملهم مشروب واقول اصل ده ديتوكس، اصل ده هينزل لي ميه الجسم، يعني انا مش عارف باي منطق. هو اصلا ما بينزلش ميه الجسم. ميه جسم ايه اللي ينزلها يا فندم؟ اذا فقدت 2% من سوائل الجسم فقدت التركيز، واذا فقدت 10% فقدت الحياه. سوائل الجسم لازم انا احافظ عليها طالما سوائل عاديه، الجسم مش مخزن ميه. اعرف منين؟ الجسم هيخزن ميه اما انا اخد صوديوم كتير، يبقى انا استزوأ واقلل على قد ما اقدر جرعات الصوديوم اللي انا باكلها، اللي بتخش جسمي مع مكعبات المرقه ومع الشعريه سريعه التحضير. ده خطر جدا، شعريه سريعه التحضير ومكعبات المرقه، ما الاثنين ولاد عم. مكعبات المرقه اما هي نفس الماده، مونو صوديوم جلوتاميت، جلوتاميت احاد الصوديوم، ماده مكسبه حتى لو نكهه. بنستخدمها بكميات قليله. وليه القليل؟ انت مش محتاجاها اصلا، بتدي نكهه لطيفه للاكل. طيب ما الاكل اصلا ربنا جايبه طبيعي كويس. المشكله ان ماده جلوتامات احاد الصوديوم فيها بعد ادماني. في دراسات وضحت ان الطعم بتاعها، هي ماده مكسبه نكهه، مكسبه طعم. الماده ديت بتدي الجسم طعم خامس. الجسم معتاد على 4 طعوم، وده موجوده مراكز الاحساس في اللسان: الطعم المر والطعم اللاذع والطعم السكري والطعم الحادق. ده بيسموه الطعم الشهي. ولذلك احنا النهارده بقينا بنستعجل. في واحده تبقى عامله فراخ وتقول لك هحط في الرز مكعبات مرقه. ليه يا ستي في ايه؟ طب ما تسقي الرز بشوربه الفراخ. تقول لك لا اصل دي، يعني اللي بيحصل ان جرعه الإحساس بالطعم الشهي من مكعبات المرقة 30 ضعف من البروتينات الحيوانية العادية. يا خبر. وعشان كده هي ليها بعد إدماني. بتعمل إيه مادة مونوصوديوم جلوتاميت؟ بتأثر على عمل المخ والجهاز العصبي، فبتعمل حاجة اسمها ضمور في نهاية الأعصاب، بتسمى دارجا مرض المطاعم الصينية، لأن دي مادة الملح الصيني اللي إذا ما خدتهاش مع مكعبات المرقة أو مع الشعرية سريعة التحضير، أخدها من الملح الصيني اللي أنا بروح أشتريه بإيدي من عند العطار، ودي مشكلة كبيرة. يعني الملح الصيني ممنوع منعا باتا؟ طبعا. مكعبات طبعا الدجاج ممنوعة منعا باتا؟ طبعا. ده في كمان مشكلة ما بنبقاش واخدين بالنا منها. الصوديوم والبوتاسيوم مادتين، عنصرين ليهم مستقبلات على الخلايا. يعني لازم يكون في مستقبل للصوديوم على الخلية عشان ينفع الصوديوم يخش الخلية، وفي مستقبل أيضا للبوتاسيوم. الصوديوم إذا وجد يبقى البوتاسيوم يتنحى، زي الكالسيوم والحديد. لو الاتنين مع بعض الأفضلية للكالسيوم يستفاد والحديد لا يمتص، نفس القصة. فكون ان انا باخد جرعات صوديوم مرتفعة في كل أنا أكلة، في كل أكلة، في كل أكلة، فأنا كده بخلي الجسم ما يمتصش البوتاسيوم. يبقى الناس اللي عندهم القلب والشرايين بعافية شوية، اللي هو روحهم البوتاسيوم، يبقى كده هيحصل تضرر أكتر لحالتهم. وعشان كده يا جماعة بنقول من فضلكم
العقل زينة، يعني خلينا ما فيش داعي ان احنا نمشي ورا القصص البدع اللي بتطلع. بس يا دكتور هي في قصص مش جديدة، من زمان في بشاميل صناعي، في من نوع بودر حاجات معينة، في مثلا فيجيتار صناعي، حاجات كلها معبأة. اقصد معبأة مش صناعي. معبأة يعني مرت على مصنع، اكيد عليها اضافات. عايز اقول ان ما نأمن نفسنا وزي ما بنقول نلعب في المضمون. احنا ليه ندخل نفسنا في متاهة بتوصل للضمور؟ طول ما احنا بناخد المونوصوديوم جلوتاميت بتعمل ضمور في نهاية الاعصاب. ضمور في نهاية الاعصاب مش التهاب، ضمور يعني نو كام باك، يعني مش هيتصلح. وعلشان كده النهارده جدا سهل خالص انك تلاقي شاب ولا شاب عندهم 20 ولا 25 سنه اما يمدوا ايديهم كده هو 5 ثواني تلاقيها بترتعش. دي المشكله، دي بدايه ضمور. طبعا ضمور في نهايه الرعشه الاعصاب دي يعني مثلا مش حاجه في لا ما هي ليه ده جايه نتيجه اكتر من سبب، انما ده من ضمن اسباب. فعايز اقول لحضرتك العقل زينه لو بندور على صحه، اما لو بندور على ان احنا نساير الترند خلاص اوكي، بس من الترند فضلكم بيهدد حياتي، كل واحد حر، اسمح له. كل واحد حر. دي اصل دي طريقه تفكير يا فندم. وخدي بال حضرتك المشكله الحقيقيه عند معظم الناس الفكر الملوث. طريقه تفكيري هي اللي بتحدد ان كنت انجح في حياتي ولا لا، ان كنت استقيم ولا لا، ان كنت اتحب ولا لا، ان كنت بتصرف بعقل وبحكمه ولا لا. المشاكل كلها اللي بتحصل جايه نتيجه فكر مش مظبوط. الازمه يا فندم ازمه فكر، والدليل على كده ان كان في مجتمعات اما ابتدت النهضه بتاعتها ما كانش عندها امكانيات ولا موارد، والنهارده بقت فين؟ ليه؟ لان عندهم ازمه موارد، ازمه اقتصاديه، بس ما عندهمش ازمه فكر. هي دي النقطه. وعلشان كده كثيرا ما بنسمع من القياده السياسيه الايام الاخيره الوعي. حضرتك صاحب مدرسه الوعي. العفو يا فندم يا دكتور، حضرتك صاحب هو مدرسه مش الوعي. انا، هو الحقيقه كل مستنير. لبن جوز الهند، اللبن اللوز، لبن اللوز، لبن فول الصويا، لبن جوز الهند، علشان لبن. في ترند نزل ان اللبن ممكن يبقى فيه ماده معينه تبقى ادمان، وفي نفس الوقت اصلا انت جسمك لما بتكبر ما بتستفادش منه. اللبن مضر. حضرتك طبعا الناس دي بتهزر. حضرتك انا لما بروح اشتري لبن من الفلاح اللي بيكسب مني الفلاح، انما اما اروح ما اجيبش اللبن ده واروح اجيب لبن جوز الهند، لبن فول الصويا، لبن اللوز، وغالي، ده شيء طبيعي لان ده مثلا لانه اللي هيكسب مني البزنس، رجال الاعمال الكبار قوي اللي يهمهم مني الجنيه، وانا ما بفكرش هو انا باخد اللبن ليه؟ عشان لونه؟ عشان ايه؟ انا باخد اللبن علشان المعادن اللي فيه، كالسيوم وفوسفور. حتى وانا كبير طبعا بستفاد من اللبن. طبعا باخد من اللبن فيتامين دي عشان ما نرجعش نشتكي، باخد من اللبن فيتامين ايه، باخد من اللبن فيتامين K2. اللي K2 مع فيتامين دي هياخدوا الكالسيوم بدل ما يترسب على الشرايين ويعمل تصلب الشرايين يرجعوه جوه العظم ويقولوا له تقدم. باخد من اللبن شويه احماض دهنيه، من ضمن الاحماض الدهنيه حمض دهني اسمه C15. السي 15 دوت مش موجود الا في دسم اللبن، مش في اي حته تاني. السي 15 دوت واحد من اهم 3 احماض دهنيه مسؤولين عن سلامه جدران الخلايا، اي بطريق غير مباشر وقم الاورام. طب انا اما اخد سكيمد ميلك، لبن منزوع الدسم، لبن قليل الدسم، زبادي متشال الوش بتاعه، رايب متشال الوش بتاعه، ما انا هجيب الاحماض الدهنيه دي منين؟ هجيب انا السي 15 منين؟ كل دي ترندات وبدع طلعت. يعني انا وانا كبير بالغ عاقل
اخد كميه من اللبن، كوبايه مثلا واحده في اليوم بستفاد منها كلها وانا كبير؟ طبعا. لو خدت كوبايتين ماشي اوكي، حضرتك محتاجه الكلام ده. لو زاد عن حده؟ لا بصي حضرتك، احنا بناخد ايه كمتوسط استهلاك؟ بتبقى كوبايه لبن وقطعه جبنه، شكرا، انا كده خدت على مدار اليوم. على مدار اليوم لبن وقهوه هستفاد. يا ريت نتجنب الانتر اكشن، التداخل التفاعلي، ما نخلطش حاجه على حاجه. ولا لبن وشاي ولا لبن وقهوه. يفضل ان انا اخد الحاجه فرد. بنعمل للاطفال كاكاو باللبن. كاكاو باللبن، الكاكاو فيه حامض اوكزاليك هيرتبط بالكالسيوم بتاع اللبن، يعوق امتصاصه، خلينا ما نمتصوش. اشرب اللبن لوحده واشرب الكاكاو لوحده. اذا اللبن مش ادمان زي ما بيتقال. لا طبعا مفيش كده، وبستفاد منه على مدار عمري طبعا لحد طبعا طبعا. اللبن اساسي، وخدي بال حضرتك محدش يقدر ينكر على الاطلاق ان افضل معدل امتصاص كالسيوم من الالبان ومنتجاتها. الحلبة فيها كالسيوم، كل الخضروات الورقية الخضراء فيها كالسيوم، السمسم فيه كالسيوم. طب معدل امتصاصك قد ايه منه؟ كام؟ حاجات لا تذكر. الكالسيوم، اللبن تماما، اللبن. الاجسام اللي ما بتاخدش لبن على مدار يومها او في عمرها، في ناس تقول لك لا هو ما بيحبنيش، اذا هو مهدد. لا، نقص كالسيوم، هشاشة العظام وما ادراك. طبعا، ومش كالسيوم بس، والاحماض الدهنيه الاساسيه. اللبن ما بيغطيش كالسيوم لوحده، اللبن فيه كالسيوم وفيه فوسفور، ده كمعادن، وفيه احماض دهنيه اساسيه ودي الاهم، وفي فيتامينات الدوابه في الدهون، فيتامين A وفيتامين D وفيتامين K. مشروبات البروتين الجاهزه في الجيم صح ام خطا؟ وهو البروتين اللي موجود جوه مطبخ بيتنا اشتكى ولا اثر الراجل؟ بيقول لك اسرع، بتقويك، بتشتغل على العضلات مباشره، بلا بلا بلا. الكلى والكبد هم اللي بيدفعوا الثمن. وبعدين ده مش بروتين لوحده، وعادة معظم المستحضرات اللي بتتباع في الجيم ليها سلبيات على الذكورة. يبقى الضرر اللي بيقع عليه لما بياخد المشروبات اللي موجودة في الجيم أو الحبوب أو بتأثر على الذكورة بإيه؟ لا طبعا بتعيق الذكورة، القدرة الذكورية، والموضوع ده أصله هو يعني إذا ده خطر على جيل كامل طبعا. وبعدين الموضوع ما هوش مش معروف، ده معروف ومفضوح وحالات ياما شفناها، لانه مصالح في بيزنس. لان المشكله ان المتدرب اللي رايح الجيم، الصوره الرائعه اللي بيشوفها على باب الجيم وهو داخل ان عضلات مش عارف عامله ازاي، هو متصور انه ان شاء الله ربنا هيكرمه في يوم من الايام هيبقى زي الصوره دي. الكلام ده هزار. يعني الصورة دي مش حقيقية؟ طبعا لا، مش حقيقية بالصورة الطبيعية. الصورة دي لا، بالصورة الطبيعية. يعني حضرتك عمرك ما هتكون كده بالنظام الطبيعي، لازم تخش أدوية ومستحضرات للأسف، والثمن كبدك وكليتك وقدرتك الجنسية هتدفعه. الدراسات اللي اتعملت على تغذية الرياضيين، الدراسات المحترمة بقى، مش الكلام اللي بيتقال بتاع المصالح. الدراسات اللي اتعملت على تغذية الرياضيين قالت ان من افضل الطرق علشان اخلي الرياضي يعرف يمارس تمارين جيدة ازود له المحتوى من الكربوهيدرات في اكله. لان الكربوهيدرات اللي هي النشويات هي اللي بتدي طاقة سريعة الاسترجاع، ياخدها بقدر مقبول قبل التمرين او قبل المباراة او قبل الاولمبياد بساعتين. طيب البروتينات والعضلات فقط ارفع تغذيته 50% فقط من نسبة البروتين، نص أكل بالظبط. الرجل البالغ أو المرأة البالغة محتاج تقريبا 60 جرام بروتين في اليوم. 60 جرام بروتين يعني 60 جرام بروتين. للبيضة فيها 6 جرام، وحتة اللحمة اللي وزنها 8 كيلو فيها تقريبا 22 جرام. يعني على مدار اليوم كله ممكن أشكل من كذا حاجة، أخد بيض بيضتين مثلا، وأخد قطعة رغيف الخبز فيه 4 جرام بروتين نباتي. حلو قوي. شوية الفول فيهم بروتين، ده فيه بروتين ده فيه بروتين، بجمع 60 جرام. الرياضي اللي بيلعب رياضات قوة زي بعضه برفع له 60 إلى 90 جرام بس. وخلينا نقول إن ما أكثر المشاهير
واللي انا غطيت خبر وفاتهم، انا شخصيا كمجدي اللي غطيت اعلاميا خبر وفاتهم نتيجه بلبعه حاجات من جوه الجيم دي مصيبه. ومشاهير والله يرحم الجميع ومش هنذكر اسماء. يعني بتهدد كمان مش صحته طبعاً. مش صحته، لا طبعاً. بتهدد حياته. طبعا يا فندم، يعني عايز اقول يا جماعه ارحموا نفسكم شويه. اي منطق، انتوا بتفكروا ازاي؟ المشكله ازمه فكر وشايفين وعي. في الكم مش في الكيف. دي مصيبة. المشكله. ما كانش زمان في الكلام ده، انما البيزنس المصالح. ويؤسفني ان انا اقول لحضرتك وللساده المشاهدين ان النهارده اي بحث بقراه لازم الف حوالين البحث وادور مين اللي مموله، مين لان ممكن الجهة؟ يكون ممكن يكون شركات هي اللي مموله البحث ده عشان تطلع نتيجه تخدم على مصالحها والبزنس. صحيح. وما اكثر الكلام ده موجود النهارده كتير. وعلشان كده اما بلاقي بحوث بالمنظر دوت ما بضيعش وقتي في ان انا اقراها، لان عارف في النهايه هتخدم على منتج. مطبخي اللي جوه بيتي مش عاجز، ما اشتكاش، ولذلك بدور على الابحاث اللي خارجه من مدرسه الصحه العامه بتاع جامعه هارفارد، جامعه جون هوبكنز، الحاجات المحترمه بالظبط، الحاجات اللي بتهدف للعلم. مشروب يبقى في روتيني اليومي ولكن مش مضر، كل يوم اشرب. الميه، مش مشروب بقى سخن ولا ساقع ولا. الشاي لطيف بس وزن ليميت، القهوه جميله وزن ليميت، كل حاجه لازم تكون بحدود. الشاي والاطفال مفيش مشكله. القهوه والاطفال برضو مفيش مشكله، بس لازم لا افراط ولا تفريط. نقطه مهمه، لان القهوه فيها كافيين. فنجان القهوه، الفنجان بتاع البني ادمين مش السطل. معلش احنا بنعمل انا بشوف حاجات بنتنافس لطيفه في حجم المج اللي احنا بنشرب فيه. بشوف حاجات عجيبه الحقيقه. القهوه العاديه تقريبا فيها من 80 الى 120 مللي جرام كافيين. احتياجي اليومي احتياج لان الجسم محتاج كافيين. احتياجي اليومي تقريبا 180 الى 250 مللي جرام كافيين. فنجانين. اوكي. طب يعني الطفل ماشي، ممكن اديله حاجه صغيره. طب الطفل اللي ممنوع عنه الكافيين تماما من القهوه ومن الشاي، خلاص طالما في واحد سواء بقى طفل ولا كبير مش فارقه عنده مشكله بانه ممنوع عنه حاجه معينه، يبقى لا. المامي هي اللي منع ده، هيضره منعه؟ يعني ايه هي اللي منع؟ يعني لا الشاي مضر ما تشربوش، لا القهوه مضره ما تشربهاش. مين هم جابوا الكلام منين؟ منه بيقول لك يا دكتور الوعي بيقول لك. هي دي المشكله، يعني اذا الطفل عادي ممكن اشربه كوبايه شاي خفيفه بسيطه كده بالظبط كده في اليوم عادي مشكلة. ولا هتكسر حديد؟ لا ولا حديد ولا صفيح، خاصه لو انا بشرب الشاي بعيد عن المعادن. الشاي المغلي بيأثر على المعادن، بيأثر على امتصاص المعادن، فبنقي الاكله اللي فيها معادن وما اشربش وراها شاي مغلي. انما اكله فيها كوكيز، حلويات، حلوه، مش عارف ايه، شوكليت، فين المعادن اللي فيها؟ انما معادن زي السلطه اللي موجوده في السلطه الخضراء، زي الكبده، زي حته اللحمه، زي البضايه، زي شويه الالبان ومنتجاتها، لا يبقى حرام. ايوه يعني بيأثر على المعدن اللي لسه داخل جسمك، مش المعدن الاساسي اللي موجود في جسمك. طبعا اللي موجود مع الاكل، اللي لسه داخل مع الاكل طبعا، لكن اللي موجود لا طبعا هيخش هيدخل يكسره. لا يكسر ايه؟ يكسر ايه؟ دي ناس بتهزر. الدراجون فروت يا دكتور، اما كنت بطلع شرق اسيا وجنوب شرق اسيا عشان احضر مؤتمرات هناك، ما بين المحاضرات بيبقى فيه زي بريك او اوبن بوفيه فمثلا لما بخرج انا بشوف وبسمع المتدربين يغمزوا بعض ويقولوا لهم ايه، استنى هنشوف هياخد ايه عليا، علشان ان انا قاعد جوه بقى مصدعهم ايوه حضرتك عالم في التغذيه لا لازم نعرف هو هياكل ايه ونعمل ازاي بالظبط كده، بدي دوق فهم يعني من باب انا ببص، انا بلوص ليه حاجات انا ما اعرفش اسمها، مش ما اعرفش شكلها، ما اعرفش طعمها، ما اعرفهاش. دكتور ده ترندات،
دراجون فروت غاليه جدا. لا ده مثلا ده هنا. لا وغالي جدا. انت عندك في مصر ميه النيل فيها شويه معادن مش موجودين في حته في الدنيا كلها. حتى بعد الفلتر. الفلتر الشمعة الواحدة كويس بيحوش الشوائب انما بيحوش المعادن، انما بقى السبع مراحل والقلة الحياة اللي احنا بنسمع عنها دي طبعا دي بتضيعي فايدة المية خالص. فعايز اقول ان ربنا وجد لكل مجتمع خصائصه، بس المشكلة عندنا يا فندم دايما شعرنا ان الشيخ البعيد هو اللي سره باتع. احنا عندنا مثلا راس الفجل، ربنا جايب لي انا راس الفجل، راس الخص. راس اللي يهمني راس الفجل الحراقه. جايب لمجتمع تاني الجنسنج، انا اروح اجيب الجنسنج من عنده ليه؟ طب انا عندي هنا راس الفجل. لا معلش يا دكتور، ايه الجنسنج ده؟ الجنسنج دوت نبات مشهور في شرق اسيا زي الصين وزي كوريا وزي انه رائع للمناعه ورائع للقدرات الجنسيه عند الذكور والاناث ورائع. طب انا عندي راس الفجل زي الفجل كده يعني. راس الفجل عندي نفس التركيبه. ايه ده يعني راس الفجل لازم ناكلها؟ طبعا. يعني الفايده اللي في راس الفجل مش في ورق الفجل؟ لا ده حاجه وده حاجه. يا خبر. طبعا. واللي بيرميها خساره. ما بنستفادش من الورق. الورق كويس بس دي حاجات مش موجوده في الراس بالظبط. البروكلي، ليه يا رب ما جبت لناش البروكلي الجميل الرائع؟ طب يا حبيبي ما انا جايب لك القرنبيط. عندنا قرنبيط وجمال. بتأدب، انتوا مش فاهمين. احنا اما تيجي راجعه من بره اول ما تخش الاجواء المصريه تلاقي غيم، يقول يو رجعنا بقى للتراب وللقرف. لا احنا ما بنبقاش واخدين بالنا ان التراب والارض السوداء اللي هي دول حوض وادي النيل فيها كمية معادن بتطلع لنا شوية نباتات ومزروعات مناسبة للبيئة بتاعتنا، للبكتيريا اللي موجودة في بيئتنا، لدرجة الحرارة اللي موجودة في مجتمعنا قاعد فيها، اللي بيجود فيها على سبيل المثال البصل والثوم والكرات. أنا في مجتمعات تانية كتير أنا ريقي بينشف عشان يجيبوا لي ليمونة. يا خبر. ليمونة مفيش ليمون. التوم بتاعنا ما بلاقوش بره، الناس مش فاهمة. ليمون وشاي. أولا هو حامض التركيب فبيساعد على تطهير الحلق، ثم هو فيتامين سي. أما بخلطه على الشاي في حالة التهاب الحلق، الكوباية الشاي بعصر عليها ليمونة، نص الكوباية بتغرغر بيه في حالة التهاب الحلق. بعد ما بتغرغر بنص الكوباية اتغرغر وتفها. ما اشربوش؟ لا النص الأولاني بتغرغر وتف، لأن حضرتك اما تف الغرغرة ديت هتلاقيها مخاطة مخاط. انت كده وهتلاقي الوجع ابتدى يقل. انت كده شلتي جزء كبير من البكتيريا اللي موجودة هنا، عشان كده ما تبلعيهوش. لأن اللي بيبقى عنده التهاب حلق جدار المعدة بيلتهب لأنه بيبلع البلغم، بيبلع المخاط اللي مليان بكتيريا. يعني إذا أنا باخد من الليمون على الشاي حتى وهو سخن الفوائد بتاعته كاملة. كحامض فقط. كمطهر. كمطهر. وبشرب نص كوبايتين. حتى في القهوة؟ لا شاي. يعني في القهوة ملوش لازمة؟ في كلام على انتر اكشن بيحصل ما بين البن وما بين الليمون. طب ليمون على ميه سخنه وسكر زي الفل كويس. حامض برضه؟ ده ليمون طبعا، طالما على ميه سخنه انت ضيعتي فيتامين سي. طب امتى استفاد من الليمون؟ احط عصريه على السلطه، اعمليه عصير ليمونات. عصير ساقع؟ عصير ساقع يبقى رائع جدا. لا بالقشر. بالقشر هيبقى اجمل واسرع وارخص واسرع مهدي للاعصاب. يبقى مر يا دكتور بقشر. حطي معلقه سكر، الدنيا ما تقدرش. انا احط 10 معالق سكر مر يا دكتور. حضرتك اما نشوف الدراما القديمه، انا غاوي تحليل المحتوى الدرامي. لا يعني اصلا زمان كان بيناقشوا واقع وحاجات حقيقيه بالظبط كده. يعني كنا بنستفاد بالظبط. حضرتك كنا دايما نسمع مصطلح ايه؟ اقعد روق دمك، اجيب لك هاتوله ليمون يروق دمك. ليموناتا. المسؤول عن تهدئه الاعصاب
والخلود الى النوم بهدوء، وان البني ادم يبقى هادي، هو الزيت اللي في قشرة الليمون. ياه. ولذلك انا اما باجي بعصر ليمونه بايدي بلاقي ايدي بيطلع فيها الزيت اللي موجود في القشره. صحيح. لو حضرتك استنشقتيه ريحته نفسها ايجابيه للجهاز التنفسي، ولو دعكت بيها وشك جيده للنضاره، بتحرق في الاول. أيوة. انما الزيت طبيعي، شغل ربنا. زيت الليمون لو جبناه بقى من عند العطار، حضرتك انا ما اعرفش الزيت اللي عند العطار ده زيت ليمون ولا زيت عربيات ولا زيت عربيات؟ زيت عربيات يا دكتور. اديني الضمان، حد يحلف لي. العلامه المائيه يا دكتور. انسي الكلام ده، كل الكلام ده، كل الكلام ده بكل. عايز اقول لحضرتك خلي المستهلك الغذائي واعي، خليه ذكي. النهارده الغش دخل كل حاجه، البزنس والمصلحه دخلت كل حاجه. اما يكون زيت قشر الليمون بيتباع اللتر بتاعه ب $900. يا خبر. $900 يا خبر. لانه بيدخل كاحد المكونات الرئيسيه في ادوات التجميل، الميك اب، صناعه الكوزماتكس، المرطبات. حضرتك عايز يتباع عند العطار بكام؟ حرفيا يا دكتور، انا جدتي كنت في ثانويه عامه مثلا او حاجه، وكان في عزومه كبيره، وكانت طباخه مطلع، كانت في العزومه جايبين بقى طباخين وكده، فكان مطلع كميه قشر ليمون كتيره جدا جدا، وهي انفعلت وقالت حرام ترموه خساره. هو ده الصح. احنا ضحكنا. دي الناس، لا دي والله الناس اللي بتفهم. احنا بنضحك عشان احنا مش فاهمين. حضرتك الليمون ده اختراع هيرودوت 400 قبل الميلاد، له مقولة شهيرة قال: عجبت للمصريون كيف يمرضون ولديهم البصل والثوم والليمون. احنا بنخسر كتير للأسف يا دكتور. يبقى إذن الليمون مهدئ. طبعا اللي مضروب في الخلاط بقشرته بس أصفي، حتى لو حطيت عليه عسل أو سكر، يعني الاثنين واحد. عسل أو سكر الاثنين واحد. يعني إذا بنسمع من دكتور مجدي نزيه إن مفيش عسل، كله سكر. ارجع للمقوله اللي قلتها قبل كده: قد تكون معلقه السكر اكثر امانا من معلقه العسل. معلقه السكر اكثر امان من معلقه العسل اللي احنا بنحلي بيه عشان يبقى افضل من معلقه السكر هي سكر 100%، انما هل العسل انت ضامنه انه ما فيهوش عقاقير مبيدات؟ هو النحل بيجيب رحيقه منين؟ مش من زرع مرشوش؟ بالظبط. الناس مش فاهمه. ولا عسل جبلي ولا عسل يا فندم، العسل اللي التاريخ اتكلم عنه رائع جدا، ده العسل اللي كان بيجي من جبال اليمن، الجبال الحمراء اللي مليانه معادن، صح، واللي فيها مزروعات نباتات طبيه وعطريه، شغل ربنا. فكانت النحله بتاخد الرحيق بتاعها من نباتات عطريه وطبيه، مش مرشوشه مبيدات للاسف. فدي المشكله. حضرتك على سبيل المثال، لا الحصر، ومن له عقل فليفهم. ايوه. النحله بتجيب الرحيق من الازهار، يجي يقول لك ده قطفه اولى برسيم، يعني معنى كده ايوه ان النحله واخده رحيقها من زهره البرسيم. صحيح. زهره البرسيم يعني هرمون برولاكتين. الناس مش فاهمه، يعني لو واحده خدته مش هتعرف تحمل. معقول؟ طبعا. مش برولاكتين، يعني ده خطر بيأثر على اصلا الحمل؟ طبعا ممكن يسبب عقم. ما نقدرش نقول كده، انما طول ما البرولاكتين عالي الواحده مش هتعرف تحمل للاسف. اللي ممكن تستفاد من وراه المرضع بس. دلوقتي يا دكتور، المعلومه الاكيده اللي احنا خدناها ان افضل مهدئ للشخص الليمون، عصير الليمون بقشره في الخلاط، ايا كان بقى عليه سكر، عليه عسل، زي ما هم حابين. مظبوط. الميه يا دكتور، ما ينفعش بقى حضرتك تجيب سيره الميه وتمشي كده عادي. أيوة. حضرتك قلت ان فلتر ال7 مراحل بيقتل المعادن اللي موجوده في الميه، وبيشيل لي كل حاجه فيها، بيشيل كل حاجه في الميه، حلو وحادق، حلو ووحش. انا رايي الشخصي بالنسبه للفلتر الواحد، الفلتر اللي الشمعه بتاعته فخار افضل منقي
بس هو غالي شويه. دكتور مفيش. لا موجود بس هو غالي شويه. يعني والشمعة بتتغير كل 6 شهور. كل 6 شهور فعلا. وافضل انقى ميه اللي بناخدها من تحت الزير. ميه القله اللي بناخدها من تحت الزير. من تحت الزير. من تحت الزير، لان الزير فخار بيفلترها، فكل الملوثات بتستنى جوه الزير. الميه اللي نازله من تحت الزير هي انقى ميه. ما برضو على فكره كانت جدتي زمان عندها بتجيب زي صينيه وبتحط فيها قلل، بس كل القله بتنزل ميه. مظبوط. هي دي برضو دي انقى ميه. ولذلك الزير كل 3 ايام لازم يتغسل من جوه، لانه بيبقى مليان طحالب. القله ولا الزير؟ ده وده. لا القله مش هتعرف تغسليها من جوه، انما الزير يتغسل من جوه لانه يبقى كبير. افضل نشرب في الزير. الميه اللي تحت الزير. طب والميه اللي جوه الزير يا دكتور؟ الميه اللي جوه الزير ميه مترشح ومترسب فيها الحاجات اللي كانت موجوده في الميه قبل ما تمر على جدار الزير وتتنقى. بنشرب من فوق مش من القاع اللي مترسب فيه. طب وليه ما تاخدي جمعي الميه؟ يعني اجيب الزير عشان احط تحتيه حاجه واشرب من تحتيه؟ تجيبي الزيرين. اجيب زيرين، واحد صغير ده تحطي فيه الميه، والتاني الكبير اللي هتنزل فيه الميه النقيه. فكره حلوه قوي يا دكتور، بس استنى 10 سنين على ما يرشح الميه وينزل. لا 10 سنين ايه؟ ده هي ساعه زمن. هينزل الميه كلها؟ لا مش كلها، بينزل بيتجمع فيه كوبايه بيتجمع فيه. طب عايزين كلنا نشرب يا دكتور. تسلم يا دكتور والله، المعلومات الرائعه دي. عايزين نرجع لزمن الزير والقله والحاجات اللطيفه. هو ده التنقيه المظبوطه. تفضل بارده فيه جدا طبعا. دكتور حضرتك كلنا مشينا وراك، يا رب يخلي حضرتك. كلنا مشينا وراك. انت يا دكتور بتجتهد وبتتعب قوي قوي عشان توصل لنا المعلومه ان احنا ازاي نوصل، ازاي نختار صح، ازاي نعيش صح، روتين في حياتنا يكون صح. حضرتك احنا ما بناخدش بالنا ان معلومه مهمه بس تكون محترمه، بتفرق. السما من العمى، منجيه، مفيش غرض منها. هي دي المشكله، ان قطاع كبير من الناس مش واخدين بالهم. دور على البيزنس، دور على المصلحه.